السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بداية الأسبوع يوم الأحد 26/4. هنغطي مع حضراتكم أهم أخبار البورصة اليوم. فضة مباشر شراء الوثائق من الاثنين للخميس وحد أدنى 100 جنيه. اللي عايز يستثمر في الفضة. طيب، كشفت نشرة اكتتاب صندوق فضة مباشر تفاصيل الاكتتاب والتعامل على وثائقه، وكذلك الحد الأدنى للاكتتاب الذي يبلغ 10 وثائق بقيمة 100 جنيه دون تحديد حد أقصى، مع إمكانية التداول لاحقا بدءا من وثيقة واحدة. يبقى الصندوق ده هيعمل اكتتاب الحد الأدنى 10 وثائق بقيمة 100 جنيه، يعني الوثيقة ب10 جنيه. طيب، جاء بالنشر أن شراء الوثائق يتم خلال أيام العمل من يوم الاثنين إلى الخميس حتى الساعة 12 الظهر عبر الجهات المتلقية، على أن تنفذ الطلبات المقدمة قبل هذا الموعد وفق سعر الوثيقة بنهاية نفس اليوم، بينما يتم ترحيل الطلبات المقدمة بعدها إلى يوم العمل التالي. يحتسب سعر الوثيقة يوميا وفقا صافي القيمة السوقية لأصول الصندوق مع قيد الوثائق في حساب المستثمر بسجل حملة الوثائق في اليوم التالي للتنفيذ. طيب، وفيما يتعلق بالاسترداد، متاح يوميا خلال نفس أيام العمل وحتى الساعة 12 الظهر، حيث تنفيذ الطلبات قبل هذا التوقيت بسعر الإقفال في نفس اليوم، بينما يتم ترحيل الطلبات اللاحقة لليوم التالي على أن تصرف قيمة الاسترداد خلال يومي عمل بحد أقصى. أتاح الصندوق إمكانية تقديم طلبات الشراء والاسترداد إلكترونيا عبر الجهات المرخصة إلى جانب القنوات التقليدية في إطار التوسع في إتاحة الخدمة الاستثمارية. يذكر أنه بدأ اليوم الأحد الاكتتاب في صندوق استثمار مباشر وإمبراطورية الذهب للاستثمار في الفضة فضة مباشر، في خطوة تستهدف تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة أمام الأفراد. يتيح الصندوق الاستثمار في الفضة بدرجة نقاء عيار 999 دون تحمل أعباء التخزين أو مخاطر التزييف، مع توفير سيولة تتيح للمستثمرين سهولة الدخول والخروج. ويعد هذا الصندوق خامس المنتجات الاستثمارية التي تطلقها الشركة بعد صناديق النقد والأسهم والذهب والدولار. ويأتي إطلاق فضة مباشر في إطار التوسع في صناديق السلع بالسوق المصري وتوفير أدوات استثمارية مرنة تتيح التحاوط وتنوع المحافظ المالية. ده اللي عايز يستثمر في الفضة. هي الميزة إن الفضة طبعا هتقدر تبيع وتشتري، لكن انت لو فيزيكال موضوع البيع في الفضة تقريبا بيبقى صعب. ده اللي عايز يستثمر في الفضة. طيب، بسيولة مليارية سهم يقتنص أكثر من 10% من سيولة بورصة مصر. تصدر سهم القلعة تداولات البورصة ليقتنص أكثر من 10% من سيولة البورصة بتداولات تتجاوز مليار جنيه. وفي ختام اليوم قفز سهم القلعة 3.6%، منفذ تداولات بحجم 226 مليون سهم. وفي الختام ارتفع المؤشر الثلاثيني نحو 0.09 عند مستوى 52,000 نقطة و400. تمام. القلعة. طيب، سهمان يقفزين 20%، أبرز الرابحين والخاسرين في البورصة. تمام. مساهم يرفع حصته في الدولية للمحاصيل بقيمة 3,700,000 مساهم. طيب، رفع المساهم مصطفى خليل الفاروق حصته في أسهم رأس مال شركة الدولية للمحاصيل الزراعية من 4.98 إلى 5.02. واشترى المساهم مصطفى خليل 193,000 سهم في الدولية للمحاصيل بقيمة، يبقى هو العضو بيشتري
في الدولية للمحاصيل ب3,700,000، متوسط سعر 19 جنيه و12 قرش للسهم. يبقى ده السهم هيبدأ يتحرك. بحسب الشركة المنفذة البحر المتوسط لتداول الأوراق المالية في إفصاح للبورصة مصر ليوم الأحد، يشار أن الدولية للمحاصيل الزراعية سجلت صافي ربح بالغ 359 مليون جنيه منذ بداية يوليو حتى نهاية ديسمبر 2025، مقابل أرباح بقيمة 291 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضي، مع الأخذ في الاعتبار حقوق الأقلية. وارتفعت مبيعات الشركة خلال الستة أشهر الأولى من العام المالي الجاري إلى 1,390 مليون مقابل 1,006,000,000 خلال نفس الفترة من العام الماضي. يبقى في نمو في الدولية للمحاصيل الزراعية. أعتقد إن السهم ده هيبدأ يتحرك. الدولية للمحاصيل بسبب العطلات تعديل موعد صرف كوبون التوسيع للتخصيم. بسبب العطلات أعلنت شركة التوسيع للتخصيم عن تعديل موعد صرف الكوبون النقدي، وذلك نظرا للتصادف موعد الصرف السابق مع عطلة رسمية. أوضحت الشركة في بيان الحاق منشور على شاشات التداول البورصة أنها تقرر أن يكون توزيع الكوبون بواقع 7 قروش للسهم الواحد، على أن يبدأ الصرف اعتبار من أول يوم عمل تاني لانتهاء عطلة يوم 7/5. وأشار البيان إلى أن حق في يظل لمشتري السهم حتى نهاية جلسة يوم الاثنين الموافق 4/5 على أن يبدأ الصرف في الموعد المحدد. توسيع للتخصيم ماشي. بنك قطر الوطني مصر يمنح مراكز تمويل بقيمة 5.5 مليار جنيه. نشوف بقى تفاصيل الخبر دون. 5.5 مليار جنيه. بنك قطر الوطني مصر يمنح مراكز تمويل بقيمة 5.5 مليار جنيه. وقع بنك قطر الوطني مصر التابع لمجموعة QNB اتفاقية تمويل متوسط الأجل لصالح شركة مراكز التنمية والتطوير العمراني بقيمة إجمالية تصل 5.5 مليار جنيه. وقال في بيان اليوم أن القرض يهدف إلى تمويل جانب من التكاليف الاستثمارية التوسعات السكنية والتجارية بمشروع في القاهرة الجديدة على مساحة 268 فدان. طيب استثمار قطري دون. القيمة السوقية لبورصة مصر تربح 7 مليار جنيه بجلسة الأحد. بورصة مصر ترتفع في أولى جلسات الأسبوع عند مستوى 52,400. مدبول يوجه بسرعة إنهاء مشروعات قوانين سوق المال وقيد شركات الدولة بالبورصة. طبعا الشركات اللي تم طرحها عايزين ينهوا الإجراءات القانونية ليها عشان يتم طرحها. الثلاثيني يبدل دفاته ويهبط هامشيا في التعاملات المتأخرة. الثلاثيني يقلص مكاسبه بمنتصف قرب حاجز 52,000 نقطة و400. أبشر الاستثمارات ترتفع حصتها في رأس مال العربية للصناعات إلى 5.66%. طيب نشوف كده التفاصيل بسرعة. رفعت شركة أبشر الاستشارات العامة حصتها في أسهم رأس مال شركة العربية للصناعات الهندسية من 0.39 إلى 5.66%. العربية للصناعات الهندسية. طيب واشترت أبشر نحو 11,000,000.71 سهم في يونوبيك بقيمة 27,000,000.71 بمتوسط سعر 2 جنيه 36 قرش للسهم، بحسب الشركة المنفذة بيلتون لتداول الأوراق في إفصاح لبورصة مصر اليوم. يشير أن العربية للصناعات الهندسية سجلت صافي ربح بلغ 8 مليون جنيه 78 خلال الفترة من يناير حتى سبتمبر 25 مقابل 39 مليون جنيه أرباح خلال نفس الفترة من العام الماضي.
وتراجعت مبيعات الشركة خلال التسع أشهر الأولى من العام الجاري إلى 159 مليون جنيه مقابل 195 مليون خلال نفس الفترة. العربية للصناعات الهندسية. مساهم يرفع حصته في يونيفرسال بقيمة 9 مليون بوينت 69. كده عضو مجلس إدارة أكيد يعني. رفع المساهم فوزي فؤاد بخيت نخلة حصته في أسهم وأسمار شركة يونيفرسال للصناعات مواد التعبئة والتغليف والورق يونوباك من 2.29 إلى 3.75. واشترى فوزي نخلة نحو 33 مليون سهم بقيمة 9 مليون جنيه متوسط 28 قرش 8 مليم للسهم بحسب الشركة المنفذة للأوراق المالية. تمام. مطاحن جنوب القاهرة والجيزة تعلن نتيجة مزاد بيع أرض مطحن بورتوس. تنفيذ صفقة على أسهم اسباير كابيتال بقيمة تتجاوز 9 مليون جنيه. بسرعة كده نشوف التفاصيل. أعلنت البورصة المصرية تنفيذ صفقة على أسهم شركة اسباير كابيتال القابضة للاستثمارات المالية في إطار نقل ملكية أسهم في إطار نظام الإسابة والتحفيز. وقالت البورصة في إفصاح أن جلسة اليوم الأحد شهدت تنفيذ صفقة على أسهم اسباير كابيتال لعدد 31 مليون سهم بقيمة 9 مليون جنيه. طيب ماشي. سهم رامكو يتأهب لاختراق مقاومة محورية. كوبا للاستثمار تتحول الخسائر خلال 2025. تماسك إيجابي لسهم مصر الألمنيوم بعد تصحيحات قوية قرب القمم التاريخية. طبعا سهم قوي جدا. عمومية الشمس بيراميدز تقرر نتائج أعمال 2025 وتمدد عمر الشركة ل25 عام. شركات عقارية تشتري 7 ملايين سهم خزينة بجلسة واحدة. شركات عقارية. طب نبص كده بسرعة تفاصيل الخبر بيشتروا فين. أعلن الشركة مدرجة بالبورصة عن تنفيذ عمليات شراء أسهم خزينة خلال جلسة تداول يوم الخميس الماضي بإجمالي 6 مليون سهم خزينة. وتصدرت شركة بايونيرز للتنمية العمرانية القائمة حيث أعلنت شراء 3 مليون حوالي 4 مليون سهم خزينة خلال جلسة الخميس. ويأتي ذلك تنفيذا لقرار مجلس إدارة الشركة المنعقد 2 إبريل الجاري بشأن شراء أسهم خزينة من السوق المفتوح. وفي سياق متصل أعلنت شركة بالم هيلز التعمير عن تنفيذ عملية شراء لعدد 1.5 مليون سهم. كما أوضحت الشركة أن هذه الخطوة تأتي بناء على قرار مجلس الإدارة المنعقد 17/3/26. كما نفذت الشركة العربية للإدارة وتطوير الأصول عملية شراء 1,032,000 سهم خزينة بجلسة الخميس. وبهذه العملية يصل إجمالي أسهم الخزينة التي قامت الشركة بشرائها حتى الآن 8 مليون سهم بوينت 9 من إجمالي 17 مليون سهم مستهدف شراءه وفقا لقرار مجلس إدارتها المنعقد في 16 إبريل. يبقى شركة بايونير دي تشتري في أسهم عقارية. عمومية مدينة مصر الإسكان تقرر توزيع كوبون نقدي وتعديل النظام الأساسي. طيب احنا هنعمل متابعة للأخبار يا جماعة عشان الفيديو ما يطولش. شكرا لحضراتكم.